رحلة التعليم. لو تعالى مد ايدك بس كل معايا بطيخ، عشان بيقولوا ان في اليومين دول خنازير بتسرقوا من السوق وما عادش متوافر قوي، فما تيجي نلحقه قبل ما يخلص. المهم، رحلة التعليم رحلة طويلة جدا 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 جدا، تمتد لمدة 16 سنة، واوقات كتير قوي بتكون اكتر من كده بكتير، يعني ممكن تكون على حسب البني ادم بقى، يعني ممكن تكون 18 16. وفي خلال الرحلة دي انت بتمر بمراحل كتيرة جدا وتجارب اكتر بكتير وخبرات ياما، وكل مرحلة المفروض انها بتعلمك حاجات وخبرات ومعلومات جديدة كل مرة، وده طبعا المفروض، بس انت عايش في مصر. ومن ضمن الرحلة دي انت مش بس بتتعلم او بتكتسب معلومات، لا انت بتكتسب حاجات اقيم واكتر من كده بكتير كمان، زي مثلا العلاقات اللي انت بتكتسبها او العلاقات اللي انت بتبنيها مع الناس حواليك، سواء بقى اصدقاء قريبين ليك او معارف، سواء من مدرسين، دكاترة، عمال. ايوه، عمال دي من اقيم العلاقات اللي ممكن انت تعملها في خلال رحلتك التعليميه اساسا. بالنسبه لي بشوف ان الرحله دي بتنقسم لمرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى الا وهي التعليم العام. المرحله الاولى دي بتنقسم لثلاث اتلات رئيسيين. اول واحده التعليم الابتدائي. التعليم الابتدائي اللي بيتكون من 6 سنين، طبعا ده المتعارف عليه عندنا هنا في مصر، والمرحله دي بيكون لسه الطفل في مرحله بنى نفسه اساسا. بيكون الطفل حاسس باختلاف رهيب جدا في حياته، حصل مره واحده كده. الطفل بيكون اصلا متعود دايما ان هو يقعد في البيت، بيقضي طول حياته في البيت مع باباه او مامته او العابه والتلفزيون والبرامج والكرتون اللي هو بيتفرج عليه او بيحبه. فجاه مره واحده كده بقى مطلوب منه ان هو يواكب التغير الكبير ده في حياته، ان هو بقى مطلوب منه ان هو يتعامل في وسط مكان مليان بشر بالمنظر ده. لا، ومطلوب منه وسط ده كله ان هو يكتسب معلومات او يحاول ان هو يتعلم حاجه جديده عشان يفيد نفسه قدام. وده اللي بيبني الاختلاف او التوتر ما بين الطفل والتاني، ان هو لسه بيكون مش عارف الطفل ده متربي في بيئه عامله ازاي. ممكن تكون مش بيئه نفس البيئه اللي هو متربي بيها، مش نفس العقليه، مش نفس الافكار، مش نفس القيم، مش نفس المبادئ، مش نفس اي حاجه هو اتربى عليها. والطفل ساعتها بيكون محطوط في مهمه صعبه جدا، ان هو بيكون لوحده، ان هو طب انا مش عارف دلوقتي هل انا ده صح؟ هل ممكن انا اللي متربى على حاجات غلط؟ او الاختلاف ده مش عارف هو ده الصح ولا غلط. ممكن يكون تربيتي انا اللي فيها مثلا اختلاف مش صحيح، وان تربيه الناس اللي قدامي دي هي اللي ممكن تكون المتعارف عليه، او هي ممكن تكون الحاجه الصحيحه. فعشان كده بشوف ان مرحله الابتدائي دي بتكون من اصعب المراحل على الطفل عامه، ان هو بيكون لسه في صراع، او بيكون في صراع جديد جدا من نوعه بالنسبه له، فريد وغريب اكتر ما هو جديد اصلا عليه، وبيكون تحدي كبير قوي بالنسبه له ان هو يواكب او يعني يتاقلم مع العالم الجديد ده اللي بيكون اغلب وقته معاه. المرحله الاعداديه. المهم، انت نجوت وطلعت حي ترزق من المرحله الابتدائيه دي بسلام الحمد لله، وعديت من سنه 6 ابتدائي، فهتخش على واحده من اصعب واكتر المراحل المعقده بالنسبه لاي طالب مصري اصيل، الا وهي المرحله الاعداديه. المرحله دي زي ما قلنا مرحله انتقاليه جدا في حياه اي طالب مصري او اي طفل مصري عموما، لانها بتكون انتقاليه في حاجات كتير جدا او مختلفه في حاجات كتير جدا في حياته. اولها المواد الدراسيه اللي بتكون بدات تاخد شيب جديد جدا عليه، او شيب مختلف تماما عن الاول خالص. لا، وكمان شيب اصعب بكتير عن الاول يعني بالنسبه له. غير بقى زي ما قلنا التقلب في الطالب او في الطفل ذات نفسه، لان هو بيكون حاسس ان هو كبر شويه نوعا ما، او بيحس ان هو بدا يشوف ان لا، انا مش محتاج النصيحه دي، انا مش محتاج انك توجهني، انا راجل عارف انا بعمل ايه كويس. لا، انت مش عارف، انت لسه مش عارف انت بتعمل ايه كويس، انت محتاج توجيه اكتر من الطفل اللي في ابتدائي او في ثانيه او ثالثه ابتدائي. ايوه، لان الطفل في المرحله دي او الطالب في المرحله دي بيكون زي ما بقول كده، بيكون شايف نفسه كبير، بيكون شايف نفسه يعني فوق التوجيه، فوق الكلام ده، وان هو كبر على الكلام ده، وده بحد ذاته بيخليه يحتاج التوجيه ده بشكل اكبر بكتير من الاطفال، لان زي ما قلت بيكون لسه بدايات مرحله المراهقه، ودي من اصعب فترات الانسان في حياته اساسا. ان هو يعني بيكون رؤيته مشوشه لكل حاجه، ورؤيته بتكون مشوهه ليه؟ لان هو بيكون افكاره مختلطه بحاجات كتير قوي، او مضطربه بسبب حاجات كتير قوي هو بيشوفها مختلفه، وده اللي بيبني صعوبه عنده كبيره قوي في حته ان هو يستوعب ايه اللي بيحصل حواليه، او ان هو يستوعبه بشكل صح. وده بيخليه صعب عليه جدا ان هو يعرف يواكب الكلام ده، او ان هو يعرف يفهمه صح. وده اللي بيبني ان هو بعد كده يكون اراءه اختلفت، او فكره
بيبقى مبني على حاجات مغلوطه كتير قوي، ده اللي بيحدد بعد كده شخصيه الانسان دي ممكن تبني افكار عامله ازاي او افكار شكلها عامل ازاي. فشيء بالتفكير بيكون يعني زي ما تقول رخو جدا في المرحله دي، ومحتاج ان هو يتحكم بشكل او بطريقه كويسه جدا يربط عليه كده، لان هو لو ما اتعملش معاه كده هو زي ما تقول هيسيح، هيسيب جامد، هيكون رخو، يعني هيفضل رخو لغايه ما ينشف على شكل معين، يكون شكل مغلوط او شكل مش صح حاجه. اخر تلت في الشابتر الاول من الرحله بتاعت التعليم للطالب المصري، وهي المرحله الثانويه. الطالب ابتدى ياخد شكل انضج شويه، انضج كتير جدا عن الاول، وشكل بقى شبه واعي عن الافكار اللي حواليه والدنيا اللي حواليه والمواد اللي حواليه، او ان هو مفروض يعمل ايه في حياته بعد كده. وابتدى الطالب ان هو يبني عنده افكار ان هو ايه اللي عايزه بعد كده، ايه اللي انا احدده من دلوقتي يبقى كاريري او يبقى شغلي بعد كده او مجال دراستي سواء في الجامعه او بعد الجامعه، وبدات اهدافه توضح بالنسبه له. نيجي بقى نقطه الدراسه في المرحله دي، فانا بشوف ان هي مرحله ممكن تكون اخذ قرارات لما بعد اكتر ما ان هي مرحله دراسيه. ليه؟ لان الطالب في المرحله دي من اولها لحد اخرها هو محطوط في اختيار ما بين حاجتين. هيبدا مثلا اختياره الادبي هو علمي في اولى ثانوي، هيبدا يشوف انا مايل لايه اكتر، مايل لادبي، مايل لعلمي، مايل لايه بالظبط. طيب عدى المرحله دي وبقى في ثانيه ثانوي، هيجي برضه اختيار، لان هو لو علمي هيختار انا علم علوم ولا علم رياضه، انا دماغي ماشيه بأنهي طريقه احسن. ماشي، يتحط في الاختيار ده، يجي لاخر اختيار وهو اختيار الكليه اللي هو عايزها حسب مجموعه او حتى اللي مجموعه هو هيختاره له. وعلى ذكر المرحله الاخيره، هنا الطالب بيعدي على اكتر نقطه صعبه والفاينل بوس ونهايه الخط بالنسبه للمرحله الاولى، واكتر بعبع وكابوس لاي طالب مصري من اول الحمله الفرنسيه لحد يومنا هذا، الا وهو الثانويه العامه. لان دي السنه اللي يبدا الطالب يكون كل تركيزه موجه على السنه وعلى مجموعه وعلى ايه الرقم اللي هيجيبه في الاخر ده. لو كمان من العجائب والحلاوه العيشه في مصر هنا ان انت مش بس الطالب بيكون هو تركيزه الوحيد على المجموعه والرقم ده، لا ده بس تركيزه هو وابوه وامه وخالته وعمته واخوه واخته وخاله وعمه وجوز خالته والراجل بتاع الكشك اللي على اول الشارع والناس كلها. فبيبتدي الطالب يكون حاطط نفسه جوه ضغط اصلا هو مش يعني الضغط ده مش مناسب للاجواء اللي حواليه، ويبتدي يضغط في نفسه لحد ما يحس ان هو هيفرقع. لان انت كبني ادم قبل ما تكون كطالب مش لازم تكون حاطط احتمالاتك كلها على شيء او على امتحان ورقي في الاخر، لا لازم تكون مقتنع كطالب او كبني ادم في الاول والاخر ان ربنا سبحانه وتعالى هو بيكون مقدر كل حاجه. فانت كبني ادم مش هتحس ان في ضغط عليك، لانك بتكون عارف ان في الاخر انت هتنول الحاجه دي، في حاجه مكتوبه، في حاجه لازم تحصل، في حاجه لازم توصل لها في نهايه الخط. انت بتختار الطريقه او الشكل اللي بيكون عليه المسار اللي هتمشي فيه لحد ما توصل لبرضه نفس النقطة اللي مش هتتغير، لان هي عمرها ما هتتغير، لان ربنا سبحانه وتعالى بيكون كاتبها بالتحديد انك هتوصل للنقطة دي وهتوصل لها مهما حصل هتوصل لها. فحط في دماغك دايما ان اي حاجة في حياتك، مش بس ثانوية عامة، مش بس اي حاجة في دراستك، ان ربنا بيكون مقدر اي شيء، مقدر كل حاجة بالصمت، ايه اللي هيحصل في اخر الخط، ايه اللي مكتوب لك، لان ده حاجه اسمها مقدر مكتوب او حاجه اسمها قدر. ربنا مش هيغفل عن القدر ده او يحطه بطريقه عشوائيه، لا هو اكيد هو عارف ان القدر ده مناسب ليك كشخص، ومش هينفع يكون في اي حاجه مناسبه ليك غير ده. ممكن يكون حصل ضربات، ممكن يكون حصل حاجات مختلفه، بس الاختلاف او التغيير اللي بيحصل جوه المسار بتاع الخط بتاع حياتك، لان برضه هتيجي تلاقي ان في الاخر بتوصل لنفس النقطه مهما اختلف المسار، مهما اختلفت الطريقه، مهما اختلف طرق المشي، بس هتوصل في نفس الحوار برضه انك توصل لنفس النقطه اللي في نهايه الخط. الحمد لله خلصت اخيرا وجبت مجموع ايا كان مجموعك، الف مبروك، وهتخش دلوقتي على المرحله الثانيه الا وهي التعليم الجامعي. تاني شابتر من القصة الطويلة جدا دي ألا وهو المرحلة الجامعية.
واللي انا بشوفه بالنسبه لي ان هو مختلف جدا 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 عن الثلاث اتلات اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه دول. اساسا مختلف من حيث حاجات كتير قوي، من حيث البني ادم ذات نفسه، من حيث الطالب هو فكره عامل ازاي، تفكيره، حياته، عيشته، يومه ماشي ازاي، طريقه استقباله للمعلومات دي، طريقه الناس او شكل الناس اللي بتديله المعلومات دي اساسا هو ذات نفسه بيستقبلها جوه دماغه ازاي. زي ما قلنا طريقه يومه وصحيانه، النوم، المذاكره بتاعته اصلا ممكن تكون اختلفت بطريقه 180 درجه اساسا. غير كده بقى حياته ذات نفسها، دراسته وحياته كلها اختلفت، لان هو اتحط على بدايه الطريق، بدايه الخط الجديد بتاع حياته ده اساسا، وان هو بدا يشوف ان هو هيعمل ايه بعد كده، ان كل نقطه ممكن تكون محسوبه عليه. ممكن يكون بعد كده شال مسؤوليته اكتر، ممكن يكون بعد كده بدا يشوف نفسه ان هو بقى محطوط عليه مسؤوليه وضغط ان هو يبني بني ادم جديد من اول، او ان هو على الاقل يبني بني ادم صح. وان المرحله دي بجد يعني مختلفه جدا جدا عن الاول خالص بالنسبه له، ان هو بدا يشوف نفسه، او بدا ان هو يعيش حياه بتاعه كبار، او بدا المجتمع بقى في المرحله دي يشوفه هو كبير، على عكس المراحل اللي فاتت هو كان بيشوف نفسه كبير بس المجتمع لا. بس دلوقتي لا، كل نقطه محسوبه عليه، كل حركه هو ياخدها، كل قرار هو ياخده هو المسؤول عنه، هو الاول والاخير المسؤوليه عنه. وبالمناسبه دي انا قررت ان ليه لا ما نعملش حاجه جديده ونروح نسال ناس لسه جديد حصل معاهم الاختلاف الكبير ده في حياتهم او مرحلتهم التعليميه، او بداوا المرحله الجديده او الشابتر الجديد ده من حياتهم من قريب. فانا قلت ليه ما نعملش كده وننزل نشوف، نسال الناس دي بنفسها هي ايه الاختلاف اللي حصل في حياتهم. وما لقيتش احسن ولا افضل من كليتي العزيزه، كليه الفنون الجميله جامعه حلوان بالزمالك. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a wait. It's lit. Get that little tip. Now she wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New kids stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. اول حاجه حبينا نشوفها او اول اختلاف حبينا نشوف او نسالهم عليه هو اختلاف حياتهم بشكل عام. ايه التغيير الكبير اللي حصل في حياتهم ما بين المرحلتين اللي انتقلوا ما بينهم اصلا في وقت قليل جدا، وما بين مرحله عاشوا فيها لمده 12 سنه تقريبا من حياتهم، ومرحله جديده اول مره يعيشوها لمده اقل من سنه تقريبا وخلاص خلصت، وشافوا الاختلاف الكبير اللي حصل في حياتهم. فانا قلت ليه لا ما نشوفش ايه اللي حصل، ايه الاختلاف اللي حصل، ايه اللي اتغير، ايه اللي مثلا اتغير في حياتهم، سواء طريقه نومهم، طريقه مذاكرتهم، ايه اللي اختلف، ايه الجديد، ايه اللي جد جديد في حياتهم اساسا. وحتى الضغط، حتى نشوف ايه اللي حصل في الضغط، ايه اللي اختلف، ايه الضغط ده كان موجود اساسا، هل الضغط ده كان موجود بشكل كبير او بقى موجود بشكل اقل دلوقتي، زاد قل. فده كله تعالوا نسالهم عليه. الفكرة انا في المدرسة كنت مثلا ساعات معينة بروح المدرسة بقعد مع اصحابي مش عارف ايه، ببص شوية، باخد حصصي، برجع اذاكر، انام. دلوقتي بروح الكلية اقعد مع اصحابي واخد مثلا محاضراتي او ايا كان، وبعد كده نقعد 3-4 ساعات مع بعض واروح انام. اللي اختلف ان هو في الجامعة الموضوع كبر، بقى المسؤولية اكتر، بقى الشغل اكتر، والدنيا وسعت شوية، لان كل ما بندخل فترة تانية الموضوع بيوسع والمسؤولية بتكبر يعني. فالكلية يعني الدنيا وسعت قوي على الواحد يعني. بص، هو في فروق كتيرة حصلت يعني. طبعا الحياة في المدرسة حاجة والحياة في الجامعة حاجة تانية خالص. بغض النظر عن انت في الاتنين بتبقى مضغوط وبيبقى فيه وراك حاجات تسلمهم وفي حاجة، بس الحياة في الجامعة بتبقى عندك شوية حرية، عندك شوية اللي هو انا عندي براح ان انا لا، انا ممكن اعمل اتأخر او ممكن اجي او ممكن اضغط نفسي. عكس انا كنت يمكن كمان انا كنت بتوتر قوي في المدرسة، وكنت دايما الحياة خانقاني ان انا اصحى واروح دروس وانزل وارجع، والموضوع ده كان ضاغطني، وكنت بخاف قوي من الاوقات والامتحانات وكده. يعني في الجامعة بصراحة الموضوع معايا اتغير قوي، لدرجة ان انا يعني اول مرة اذاكر امتحان وانا جاية في المترو عادي كده. من حيث الضغط برضو بتاع الجامعة لذيذ، اللي هو الضغط من النوع الخاص كده، اللي هو يعني ايه، بيبقى في الوقت ده اغلبية الناس يعني، او مثلا هتكلم عن نفسي، بيبقى خلاص بقى انا عرفت انا عايزه ايه، او الواحد عايز ايه وطريقه ماشي ازاي وهيرتب دنيته ازاي، وخلاص بقى الواحد ناضج وعنده خبرة كافية في انه ازاي يستوعب الضغط.
يعني فكره تنظيم الوقت دي مفيش حد بيعمل كل حاجه بيرفكت، بس الفكره ان خلاص انت بقيت عارف طريقك عامل ازاي، وخلاص انت عارف انت هتمشي دنيتك ازاي وانت عايز ايه والدنيا هتمشي ازاي. يعني حسيت ان انا نضجت شويه تفكير، ويومي طبعا اتشقلب كنظام نوم وكمذاكره. طبعا احنا في الدراسه كنا على طول يعني حياتنا عباره عن ان هو مذاكره وكده. طبعا بعد ما دخلت الكليه معظمها مشاريع تقريبا ما بلاش نذاكر خالص، يعني حتى مواد النظري تقريبا ما بلاش نذاكرها. فلا طبعا حياتي اختلفت قوي بالنسبه للنوم والمذاكره والكلام ده كله وبس. تاني حاجة ألا وهي السوشيال لايف. في أول فيديو أنا اتكلمت على إن أهمية السوشيال لايف هي حاجة كبيرة جدا في خلال رحلتك التعليمية دي أساسا، لأنك من خلالها بتجني حاجات أقيم بكتير من التعليم، حاجات معنوية، وفي الأغلب الحاجات دي هي اللي بتكمل معاك بعدين بعد الدراسة. يعني هي الحاجات اللي ممكن تكون بتبقى بعدها علاقات ممكن تفيدك قدام، علاقات ممكن تفيدك أصلا في وسط الرحلة ذات نفسها. أي حد ممكن يقابلك في المرحلة دي ممكن يفيدك بطريقة أو بأخرى، بأي شكل من الأشكال هيفيدك يعني هيخليك تكتسب حاجه بشكل اصح، او حتى وجوده ممكن يعلمك حاجه جديده، او حتى وجوده ممكن يعلمك طريقه تعامل انت ذات نفسك كنتش تعرفها او ما كنتش داري عنها او ما كنتش بتتعامل بيها قبل كده. ناس ممكن تكون اول مره تقابلهم، ناس تعلمك ان مش كل الناس شبه بعضها، مش كل الناس نفس الطريقه، مش كل الناس نفس التفكير. فبطريقه او باخرى او بشكل او باخر انت هتتعلم او هتستفاد من معرفتك لاي حد هتقابله في الرحله دي. ان عشان الكليه هنا الموضوع متوسع اكتر، وفي يعني عدد اكبر وناس اكتر، فان حد يلاقي ليه حد قريب قوي يعني يتعرف عليه وكده هيبقى الموضوع صعب شويه. واحنا بحكم برضو ان انا مغتربه وكده، فانا كنت في بلد يعني العدد فيها برضو قليل، فكان عارفه اجمع ليا اصحاب بشكل معين. لكن هنا الموضوع في كتير قوي، يعني في كتير جدا بجد. في المدرسه كنت محكوم بعدد ناس معين، مثلا الفصل بتاعك الدفعه بتاعتك، اللي هو لا الموضوع ضيق، وانت كمان برقابه اهلك يعني في البيت، غير لما تكون في الجامعه. يعني طبعا اهلك ما يكونش حد من صحابك خالص غير ممكن 1 2. انت بقى مسؤول انك 100% تحدد مثلا الشخص ده كويس الشخص ده مش كويس. بيبقى الموضوع فيه ريسك بالنسبه لك، انت مسؤول عن قراراتك ومسؤول تعرف الشخص ده احسن ولا لا. في الكليه حاسه مش عارفه بالنسبه لكل الناس كده ولا لا، بس انا حاسه ان اغلب الناس او كل الناس حابه بعضها لانهم حابين المكان اللي هم فيه. من اول يوم ليا وانا اتعرفت على ناس كتيره لطيفه جدا بجد، كلهم في كده حاسس ان انت فاهم الشخص اللي قدامك. يعني انا كان في اغلب حياتي قبل كده كنت انا ممكن بتعامل مع الناس بشخصيتهم هم، بشوف هم عايزين ايه واتصرف بيه. يعني مش بغير حاجه في نفسي، بس اللي هو بتعامل معاك بالطريقه اللي انت عايزها مش بالطريقه اللي انا عايزاها. بتكلم معاك في الحاجه اللي عاجباك عشان هي عاجباك انت، عشان تبقى احنا الاثنين بنتكلم مع بعض كده. او ممكن تكون بالنسبه لي مش وحشه، بس انا مش دي الحاجه اللي انا عايزه اتكلم فيها. لكن هنا حاسه ان في ناس كتير شبهي وحابين الحاجه اللي انا حباها، والمواضيع اللي احنا حابينها كلنا حابينها. يعني زي ما قلت في الاول، انا كنت في المدرسه شخصيه كويت جدا، ما بتكلمش مع حد تقريبا. بتكلم مع ناس طبعا وليا اصحابي، الناس كلها عارفاني بس كنت هاديه، كنت بتعامل بهدوء قوي وبعقل قوي وبرزانه قوي، وعامله حساب اللحظه والثانيه، وممكن يعني اي حاجه تحصل عامله حساب كل حاجه. دلوقتي في الكليه لا، بقيت بتعامل بشخصيتي اللي هو ومش عامله حساب حاجه. حاسه مفيش حاجه اختلفت قوي بصراحه. انا في الموضوع انا عامه اجتماعيه، فبتصاحب على ناس بسرعه وكده، بس برضو بحس ان نفس الحاجات بتتكرر، نفس المشاكل بتتكرر، كل حاجه بتتكرر، الناس بتقرب بتابع، كل حاجه بتتكرر في حياتي عامه. حاسه ان الحته دي ما اختلفتش فيها قوي، لان انا شخصيتي لسه ما اتغيرتش، فحاسه ان البوينت دي ما اختلفتش بصراحه. يعني السوشيال لايف بتاعت المدرسه، اللي بيقعد جنبك على الديسك هو ده اللي بيبقى صح. انت بتبقى ناس انت مجبر عليهم، بتصاحبهم، انت لسه بتفتح عينيك مثلا، سواء انت كنت في مدرسه انت في كي جي 1 لحد مثلا ثانوي. في الفتره دي كلها اللي قاعد جنبك هو اللي بيكون صاحبك وبتتاقلم عليهم، عكس بقى الجامعه. فانت خلاص انت بقى عندك خبره كافيه وعارف انت عايز تصاحب مين او مين اللي تندمج معاه اكتر، وتقدر تبعد عن مين وتقرب من مين والكلام ده كله. وبرده المجتمع الجديد كل عليك فيه اشكال والوان، بيبقى منفتح برضو اكتر من المدرسه. المسؤولية الحاجة الوحيدة اللي في حياة البني آدم بتزيد كل ما هو بيكبر، ده بعد الصلع الوراثي طبعا. مسؤوليتك بقى ناحية حياتك، ناحية نفسك، ناحية كاريرك، ناحية شغلك، ناحية دراستك، ناحية أهلك، ناحية كل حاجة في حياتك. كل ده بيزيد كل ما تكبر يوم عن يوم. اكيد الموضوع بيختلف، اكيد الموضوع بيكون اكبر. مش كل الناس بتعرف تتحمل المسؤوليه، مش كل الناس بيكون المسؤوليه بالنسبه لهم حاجه قابله ان هم يعرفوا يشيلوها او يهندلوها عموما، واكيد الموضوع ده اختلف بالنسبه لهم هم كمان. لا
هو بقى فيه مسؤوليه عشان انا ما كنتش بعمل اي حاجه بنفسي. يعني بابا كان مثلا في ورق بابا خلصه لي، بابا انا عايزه اعمل اشتراك، حتى اشتراك مثلا مترو او حاجه زي كده بابا يعمله لي، اي حد يعمله لي كده. ما كنتش حرفيا بعمل اي حاجه خاصه باي اجراءات او اي حاجه من الحاجات دي. عايزه ادوات كان حد بيجيبها لي، لكن دلوقتي انا شلت المسؤوليه كلها، بقيت انزل اجيب كل حاجه لوحدي، بقيت اعمل اوراق بنفسي. هو مسؤوليه بس هي حاجه حلوه ان انت خلاص بدات تعتمد على نفسك. لا دلوقتي اكبر علشان في المدرسه يعني الدنيا كانت بسيطه شويه، احنا محكومين بمنهج معين او حاجه معينه، لكن دلوقتي هي الموضوع واسع، الموضوع فيه ان الواحد يطور من نفسه، يشتغل على اللي هو بيعمله، يشوف هو عايز يعمل ايه بعد كده. فدلوقتي الموضوع اكبر يعني. بص لا زمان بصراحه كانت مسؤوليه اكبر، انا دلوقتي حاسه في مسؤوليه بس مش دايما. يعني قبل كده كان كل شويه، دلوقتي مثلا فتره بيبقى فيه مسؤوليه، فتره خلاص لا كده. لا طبعا مسؤوليه ثانوي كانت اكبر، لان انت في ثانوي بتبقى مش يعني تحس ان انت في ثالثه ثانوي دي القاره كلها بتحط املها عليك، مش ان انت مش شايل مسؤوليه نفسك، لا انت شايل مسؤوليه خالتك ومامتك واخوك واختك، كأن انت رايح تجيب الكاس، فاهم؟ فدي كانت مشكله كبيره بالنسبه لي، ان انا لا كنت مضغوطه ان انا لازم اعمل اللي عليا قوي عشان الموضوع هيفرح ناس كتير معايا، مش انا بس، في ناس كتير كانوا بيسهروا معايا وبيتعبوا معايا في ثانوي وبيستحملوني، خاصه ان انا كان في ثانوي الموضوع صعب عليا، فكنت تعبانه فكانوا مستحمليني بزياده، وطبعا حابه اشكرهم يعني. لكن في الجامعه الموضوع مختلف، يعني حتى انت لو بتضغط او كده كل حاجه بتبقى لنفسك، وبتبقى انت خلاص بتبتدي ان انت مسؤول كويس قوي، ان انت عارف ان ده مستقبلك انت، مش مستقبل اي حد تاني، انت اللي هتعمله، وانت بقى اللي بايدك دلوقتي. يعني انا ما بقتش ادور على درجات على قد ما بقيت ادور على نفسي، يعني في كل حاجه. لا حاسه المسؤوليه دلوقتي اكتر بسبب ان انت دلوقتي 100% كل حاجه بتعملها لوحدك، يعني انت بتقرر كل حاجه تعملها بيبقى لوحدك خلاص، انت مسؤول عن كل حاجه. غير الاول المدرسه برضو بيبقى فيها اعتماديه بقى، مدرس ودرس واهلك برضو في البيت وكل حاجه. دلوقتي لا، حاسه الموضوع المسؤوليه زايد اكتر. لو بقى اتحطيت في موقف انك تختار بين الحاجتين دول او بين مسار الحياتين المختلفتين تماما عن بعض دول، هتختار ايه؟ هتختار انك تكمل حياتك بنفس الطريقه اللي قعدت 12 سنه كاملين ماشي بيها، او بنفس النهج اللي انت ماشي بيه بقالك 12 سنه، سواء في تعليمك، سواء في حياتك، سواء في يومك، سواء في دراستك، سواء مع اهلك، سواء مع نفسك، سواء مع اي حاجه، ولا انك تختار تكمل بالحياه الجديده او بالشكل الجديد اللي جد عليك السنه دي او لسه جديد عليك بالنسبه لك؟ هتختار ايه يا ترى؟ من غير ما افكر اصلا ككليه، لا لا بجد انا ما كنتش اصلا مقتنعه بنظام الدراسه، ما كنتش فاهمه ليه ادرس كل المواد دي وانا حابه اتخصص في حاجه معينه مالهاش دعوه بيهم اصلا كلهم، فليه ادرس كل ده؟ ليه اتعب في كل ده؟ لا بجد احنا مش نفس المستوى عشان ندرس نفس الحاجات، يعني مش نفس الدماغ عشان تقارننا وتدينا في الاخر نفس الامتحان. ما كنتش شايفه ان انا مرتاحه في الاول خالص، لكن دلوقتي لا، انا مبسوطه اكتر بكتير، يعني مفيش مقارنه اصلا. لا كدراسة لا ما احبش، لان احنا كنا الدراسة بصراحة يعني مش ألذذ حاجة واحنا في ثانوية عامة، بس كحياة يعني كانت الحياة بالنسبة لي يعني لحد ما هادية شوية. انا دلوقتي هي بتجري بسرعة قوي بيا، السنة خلصت اهي. انا ما كنتش متخيلة انها تخلص الصراحة. دلوقتي طبعا الحياة الجامعية طبعا لا، حاسة ان انا بقيت على طبيعتي اكتر، حياتي بقت ماشية زي ما انا عايزة. زمان كنت حاسة ان الدنيا كانت متحكمة شوية، لا عامة بقى اللي هو انا لازم اعمل حاجة دي، لو ما عملتهاش هيحصل كذا. دلوقتي بقى انا اعمل ما اعملش اللي انا عايزاه. لا دلوقتي يعني كتير جدا، يعني قبل كده زي ما قلت لك ما كنتش عايشه، يعني حرفيا حياتي كلها كانت مذاكره بس، فدلوقتي لا، دلوقتي يعني انا هختارها 100% من غير اي تردد. حاسه دلوقتي احسن عشان انا قادره انظم وقتي بشكل يريحني انا، مش عشان المفروض اعمل ايه امتى وكده. حاسه اني بعمل كل حاجه براحتي، يعني انا مثلا انا عندي سنس كده، مثلا لو انا مزنوقه لا هبتدي بقى افصل من كل حاجه، مثلا من الخروج والصحاب وكده، ولا هقعد اخلص اللي ورايا وبعدين انزل. غير مثلا في المدرسه لا، انت بتبقى محكوم بكل حاجه بقى، يعني لا حاسه في الجامعه الموضوع اسهل كتير. دلوقتي احسن، بس انا كنت مرتاحه اكتر في المدرسه عشان الدنيا صغيره وابسط، بس يعني في الواقع لا، هو دلوقتي احسن لان خلاص انا عرفت انا فين وبعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي بعد كده. زي ما قلت لك انا خلاص عرفت انا ماشيه بعمل ايه، وخلاص دخلت الكليه. في المدرسه انت كنت تبقى حاطط في دماغك هو انا هبقى اشتغل ايه وانا هدخل كليه ايه بعد كده، طب انا عايزه اعمل ايه اصلا. فلا الدنيا يعني دلوقتي مستقره اكتر شويه، يعني لا احسن كتير، يعني على الاقل بتعامل ان انا كبرت. عشان انا برضه كنت محطوطه في زوم بقى ان انا صغيره وكده، وبرضه القرارات ما كنتش بعرف اخدها قوي ومش عارفه ايه.
بس لا طبعا مرتاحه اكتر في الكليه، وكمان ضغط دراسه كمذاكره وكده انا ما بحبش المذاكره طبعا، الضغط ده خف عليا، فلا بالنسبه لي طبعا الفتره دي في حياتي احسن كتير. حاسه ان انا عارفه اعبر عن نفسي اكتر، بالناس شبهي اكتر بصراحه، فلا بس اخترت دلوقتي. حياة الطالب المصري صعبة جدا وتكاد تكون مليانة بالحاجات الكتير الملخبطها أو الجديدة والمختلفة جدا عن بعضها. ودينا كلنا شفنا وعشنا وجربنا وعشنا الكلام ده كله بنفسنا، احنا ذات نفسنا جربنا الكلام ده وعشناه وعاصرناه، وشفنا الاختلاف وشفنا التناقض والتنافر الكبير والتباين الكبير جدا ما بين مراحل التعليم المختلفة هنا في مصر. وكلنا نوعا ما مش هننكر ان احنا استمتعنا بأوقات أو بأيام معينة أو بمراحل معينة، واستفدنا كتير واستفدنا وتعلمنا كتير قوي في حياتنا. كان جزء كبير جدا من نضجنا خلال المرحله دي طبعا، وتعلمنا وشفنا وعرفنا ناس، قابلنا ناس وتعرفنا على ناس وكسبنا ناس وخسرنا ناس زي ما كسبنا ناس برضو، واتعلمنا وشفنا نفسنا وشفنا احنا ايه. كل واحد فينا شاف الليميتس بتاعته فين، في اللي عندنا ملوش اي ليميتس، وفي اللي وقف عند حدوده، في اللي ما عرفش يتخطاها او مقتنع ان هو وصل للليميت بتاعه خلاص. عيش حياتك بالشكل اللي يعجبك، عيش حياتك بالشكل اللي يخليك تستفاد منها. احنا مش باقيين، احنا مش قاعدين فيها، احنا بس موجودين لمجرد الزياره. فانت كشخص في ايدك انك تخلي زيارتك دي هي حاجه قيمه او حاجه تستفاد منها، حاجه فعلا تكون فارقه معاك، وغير كده تكون فارقه مع اللي حواليك او مع اي حد انت عرفته. وتعلم تكون شخص فعلا مؤثر مع اي حد حواليك قبل ما تكون مؤثر مع نفسك انت شخصيا. بس كده كان كل اللي عندنا النهارده، فيا رب يكون عجبك الفيديو وعجبك الكلام. فلو انت وصلت للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فانت راجل زي الفل، وانا بعشقك، انا بحبك. بس كده كان معاكم محمد مجدي، سلام.